صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب يكون كان عيد سعيد عليكم كلكم. هنرجع نكمل مع بعض الكتب بتاعتنا، جايبه لكم شويه كتب كده حلوين قوي. بس حاليا يعني كنت عايزه اقول لنفسي كام حاجه كده وقلت اشارك معاكم. يا ريت ما نضيعش وقتنا مع ناس غلط وعلاقات غلط. لما تحسوا بحاجه قدامكم حاجة من الاتنين، لما تحسوا ان في تغيير في الشخص اللي قدامكم، او ان الشخص اللي قدامكم مش عاطيكوا الحاجة اللي انتوا عايزينها او اللي انتوا مستنيينها، اتكلموا، ما تسكتوش وتفضلوا شايلين جواكوا. لا، روحوا للشخص ده وقولوا احنا شايفين كذا وكذا وكذا، او حاسين 1 2 3، وشوفوا بقى من رد فعل اللي قدامكم. رد الفعل هيبين لكم اذا كان الشخص ده آه فعلا مثلا مظلوم في احساسكوا ده، ولا الشخص ده فعلا زي ما انتوا شايفينه بالظبط. هيبان ده من رد الفعل. والله بقى رد الفعل كان هجوم، كان دفاع، ولا كان احتواء. قال لكم بقى ايه؟ طيب انت شايف ده ليه؟ طب انا عملت ايه؟ طب انا قصرت في ايه؟ وحاول يحتوي ويستوعب اللي انت حاسس بيه ده. كده الشخص ده كويس. اما لو الشخص ده قالك لا، ده انت اللي بتعمل وانت 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 وهاجمك، ومحاولش يحتوي مشاعرك ويحتوي اللي انت حاسه، سواء انت حاسه بناء على مشكلة عندك او انت حاسه بناء على مشكلة عنده فعلا. بس ما الشخص لو ما تعملش على ان انتوا الاتنين، مش هقول واحد، بس ان انتوا الاتنين طرفين في معادلة واحدة، وابتدى يقعد معاك ويستوعبك وانت تستوعبه وانت تقوله وهو يقولك، وتاخدوا وتدوا مع بعض وتلاقوا حل وسط، عشان انتوا الاتنين في النهاية في علاقة واحدة، وانتوا الاتنين عايزين توصلوا لهدف واحد او لحاجة واحدة، ان انتوا الاتنين تكونوا مبسوطين. يبقى الشخص ده ما يستاهلش، يبقى الشخص ده مضيعة للوقت. دي حاجة. الحاجة التانية، لما تحس ان الشخص ده طول الوقت بيحملك مسؤولية حاجة مش بتاعتك، ما تكملش. لما تلاقي ان طول الوقت الشخص ده حطك في خانة المذنب وهو في خانة المضحي، ما تكملش. وهيبان ده في كل حاجة. هتبص تلاقي لو لقيت العلاقة مبنية على تبادل الأدوار، يعني مش تبادل الأدوار ان هو بقى الراجل، ان هو بقى الست وانتي بقيت الراجل، لا مش قصدي كده. بس قصدي ان في كل خناقة مرة هو غلطان ويعترف بغلطه ويتأسف، مرة انتي غلطانة وتعترفي بغلطك وتتأسفي. الادوار راحة جاية، مرة هو غلط مرة انت غلط. تالت حاجة، النقطة بتاعت ان محدش بيتغير. هي مش قاعدة. في ناس عندها استعداد تتغير وبتسعى انها تتغير، وفاهمة ان احنا على مدار حياتنا هنفضل نتغير ونتطور، وبتحاول تخلي نفسها في حتة احسن. وده الشخص من جواه عايز يحط نفسه في مكان احسن. وهتلاقيه مش بس بيحاول يغير نفسه، هو هتلاقيه كمان بيحاول يساعد الناس اللي حواليه. فده بيتغير عادي. في بقى اشخاص تانيين هم فعلا مهما تعمل هم مش هيتغيروا، او ما عندهمش الدافع، او مش شايفينك الدافع الكافي عشان هم يتغيروا علشانك، او بره عنك تماما. هم هم عندهم مشكلة مع نفسهم اصلا قبل ما يبقى عندهم مشكلة معاك. هم ممكن نقول مثلا مش حابين نفسهم كفاية عشان يشوفوا نفسهم احسن، او يحاولوا يغيروا من نفسهم. هم شايفين نفسهم بشوية ايجو او نرجسية ان احنا كده كده احسن اصلا، فمش محتاجين نغير حاجة. الناس دي اللي مش هتتغير. واللي في علاقتك معاهم هتلاقي ان انت مثلا لما تيجي تقول لهم انت عملت حاجة غلط، هتلاقيه يعني مش بيحاول ان هو يقولك انت صح، او حتى بيحاول يقول بطريقة كويسة ان انا ممكن اكون فعلا غلط. لا، هتلاقيه بيدور على مبررات، والمبررات والاعذار دي كلها هيرجعها ليك. اصل انت عملت ده فانا اضطريت اعمل ده، اصل انت غلطت في كذا فانا اضطريت اردها بالشكل مش عارفة ايه. العلاقة عموما اللي بتكون فيها حتة ندية، ان الشخص انت عملت حاجة فهو ردها لك، دي مش علاقة صحية خالص. فالناس اللي تلاقيها بتبرر غلطها ومش بتحاول تسعى انها تبقى احسن، الناس دي مش هتفيدك. العلاقات دي مؤذية، وهتخليك لو انت عارفين المثل بتاع الصاحب ساحب.
هي دي بالظبط. هتلاقيك انت مثلا تكون بتطور من نفسك في حاجة بس هو بيسحبك لتحت. فبرضه مهم في العلاقات وفي اختيار الاشخاص انه احنا ناخد بالنا ان الشخص ده عايز يوصل لفين. والطموح يا جماعة مش طموح فلوس بس، مش طموح مادة بس. الطموح ان انت يعني اول واهم حاجة الشخص ده شايف اخرته، الشخص ده عايز يوصل للجنة، الشخص ده بيسعى في الدنيا عشان يبني للدنيا ويبني للآخرة. مش شخص ماشي مش باصص غير في الدنيا بس، ده مش ناجح، ده مش شخص ناجح اطلاقا. احنا عارفين ومتأكدين ان احنا لينا حياة تانية، فلازم نبقى في الحياة. الشخص الطموح بيبني حياته في الدنيا وحياته في الآخرة، فبيبقى ماشي بيطور في كذا اتجاه، مش ناجح في اتجاه واحد وسايب باقي الاتجاهات. فمهم قوي وخلي بالكوا برضو ان ده هيبقى ليه تأثير عليك. الشخص ده هيبقى ليه تأثير عليك في علاقتك بربنا، تأثير عليك في علاقتك بأهلك، تأثير عليك في علاقتك بصحابك، تأثير عليك في علاقاتك كلها، في كل حاجة انت بتعملها. عشان كده مهم قوي ان هو يبقى متوافق معاك في كل الحاجات دي. يعني هو شايف ان بر الوالدين حاجة مهمة، فبيدفعك وبيدفع نفسه لان هو يوصل اهله ويتعامل معاهم بطريقة كويسة. هو شايف ان علاقتنا بربنا حاجة مهمة، فبيتصدق وبيصوم وبيصلي وبيزكي وبيعمل كل الحاجات الكويسة اللي ربنا امرنا بيها. ولما تجيله فرصة ان هو يساعد حد ما بيتأخرش. هو شايف ان علاقاته مع اصحابه والشغل وحياته دي كمان مهمة، فلما بيكون في ظرف عند حد بيساعدك ان انت تقوم بالواجب فيه، مش بيقولك ما تروحش فكك الناس مش مهمة، لا هو بيدفعك لكل الاتجاهات الصح. تمام. فالناس بتتغير، الناس بتتغير، بس الشخص اللي واعي وفاهم ان لازم يبقى احسن، ان هو عنده مشاكل دلوقتي هعالجها عشان ابقى احسن، مش الشخص اللي بيدور على مبررات واعذار لنفسه طول الوقت ودايما بينسب الاخطاء للي حواليه. الشخص ده عمره ما هيتغير، فوجودكم معاه مضيعة للوقت. واخيرا خليكم مقتنعين ان قدراتنا مش واحدة، وطاقاتنا مش واحدة، وامكانياتنا كمان مش واحدة، وقوة تحملنا مش واحدة، ودي حاجة مهمة جدا. فلما شخص يكون منجحش في علاقته معاكو، ده مش معناه ان انتوا غلط، ونجح في علاقة تانية او نجح مع حد تاني ده مش معناه ان انتوا كنتوا وحشين. بالعكس، كل واحد فينا عنده قدرة وطاقة تحمل مختلفة عن التاني، فاللي حضرتك تتحمله الشخص التاني ما يتحملوش، واللي الشخص التاني يتحمله انت ما تتحملوش، وهكذا. فعادي جدا ان انتوا ما تتحملوش اخطاء وعيوب عند حد تاني يشوفها مميزات، حد تاني ما يشوفهاش عيوب، حد تاني تبقى بالنسبة له متوافقة جدا مع عيوبه. تمام. علشان احنا مش واحد، قدراتنا مش واحدة، طاقاتنا مش واحدة، ربنا خلقنا مختلفين كليا. بس في ناس هتعرف تتوافق مع بعض وتتحمل عيوب بعض، او تشوفها مميزات، او عيوبهم الاتنين مع بعض يبقوا ميزة لبعض. ده عادي جدا. ده عادي جدا ان شخص مثلا ما يكون يعني مش عايزة اقول صفة سلبية قوي، بس يعني ممكن شخص يكون كسول مثلا، او ما بتحركش كتير، او بيتوتي مثلا، وده مش عيب خالص. يقابل شخص تاني برضو بيتوتي، شخص مع ان هو لو في علاقة مع شخص تاني مثلا بيحب الحياة زيادة، او بيحب يخرج ويسافر وبتاع، الاتنين مش هيتوافقوا مع بعض، وهيبقى ده بالنسبة له ده عيب، بس بالنسبة للشخص التاني اللي شبهه هو ميزة، وهو حاببها فيه، وهيعرف يحببه في نفسه. فالعيوب بتاعة الأشخاص احنا مش هنستحملها، لكن في ناس تانية هتستحملها. وعيوبك اللي انت متضرر منها، في ناس تانية ممكن تشوفها مميزات، وناس تانية ممكن تحبك أصلا عن طريق عيوبك دي. وده أنا مش هنا بقول لحد ان انت كمل في عيوبك أو كلام من ده، لا، الصح ان احنا نكون عارفين عيوبنا وعارفين مميزاتنا، وبنحاول نطور منها ونطوعها بطريقة ما تأذيناش وما تأذيش الناس اللي حوالينا.
تمام. بس اللي انا بتكلم فيه ان طاقاتنا وقدراتنا مش واحدة، فما نخليش حاجة زي دي تأثر علينا بالسلب، ما نخليش حاجة زي دي تخلينا نقعد نسأل نفسنا طب احنا غلطنا في ايه او احنا قصرنا في ايه. احنا طاقاتنا وقدراتنا مش متحملة الحاجة دي، فاحنا هنحترم طاقتنا وهنحترم قدراتنا وهنحترم نفسنا ونحبها ونقول لها خلاص طالما الحاجة دي مؤذية بالنسبة لنا احنا مش هنكمل فيها، عشان تكملنا فيها مضيعة للوقت. هو انا كنت متخيلة ان هو يبقى شورت صغير كده مش فيديو، تمام. بس واضح ان في حاجات كتير في العلاقات مضيعة للوقت. انا حتى لسه في حاجات ما قلتهاش، فممكن ابقى انزلها مرة تانية. بس يا ريت تشاركوني انتوا ايه الحاجات اللي انتوا شايفينها مضيعة للوقت. بس شكرا.